السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم تحلية رمضان بالحامض، كتجي لذيذه ومنعشه. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه كناخذ واحد البسكوي 3 ديال العلب منه، وبالنسبه للنوع اللي استعملت هو هاد بوتي بور. من بعد كنديرو في الهاشوار حتى كيتطحن مزيان. وبالنسبه للبسكوي ممكن ديروا اي نوع نتوما كتفضلوه، ممكن ديروا هيرنيز، ممكن ديروا داك بتي بلاي اللي بغيتو. كما ممكن بالنسبه اللي ما تياكلش نهائيا البسكوي يديروا غير هكاك بوحديتو. من بعد ما تطحن مزيان هذاك البسكوي ديالنا، كنكون هنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ذوبتها وغادي نضيفها على البسكوي ديالنا صافي. وغادي نعاود نخلط الزبده مع داك البسكوي حتى تينسجموا، ومن بعد عاد كنبدا كنضيفهم في الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم هاد التحليات صافي. كما تشوفوا معايا هنايا انا كنطحنو مزيان. من بعد ما تطحنوا تنحس بانه صافي تجمع ونسجم مع هذيك الزبده، كيجي على هاد الشكل هذا صافي. كناخذ من بعد الكؤوس كما قلت لكم ديال التقديم، وكنبقى كناخذ شويه ديال البسكوي وكنحطو في القاع ديال الكاس. بالنسبه للكؤوس ممكن ديروا اللي بغيتو، سواء صغارين سواء كبارين. بالنسبه لي انا هاد القياس اللي غنعطيكم عمر لي هاد 4 ديال الكيسان، واخا زدت واحد 2 صغارين يعني سكر اللي ربما يعني تشات ليهم الكريمه ساعه. من بعد خذوا اي حاجه وقدوا الوجه ديال داك البسكوي. انا راه غير قديتو غير شي شويه غير باش ما يبقاش هكاك مايل صافي. ومن بعد ما غادي نقادهم بربعه بهم، غادي ندوزو باش نحضر معكم الكريمه ديال الحامض. فعلا هاد التحليه هادي كتجي بنينه بزاف وكتجي خطيره في المذاق. وداك هذاك البسكوي مع الزبده ملي كيشدو راسهم كيجي بحال كتاخذوا شي تشيز كيك، كيجي فعلا خطير. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها صافي. من بعد ما قديت الكؤوس غادي نخليهم على جنب وندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي ناخذ واحد كاسرونه، غادي ناخذ حامضه وحده، ليمونه حامضه وحده، غادي نحكها نحكي واحد شويه، يعني ناخذ القشور ديال الحامض وغادي نعصرها وغادي نزيدها كذلك على دوك القشور ديال الحامض. وغادي ناخذ البودره ديال النشا اولا نشا الذره، غادي ندير منها 3 ديال المعالق كبار. بالنسبه للحليب نص لتر ديال الحليب ديما تيهز لينا 3 ديال المعالق كبار من كل حاجه صافي. كما تشوفوا معايا هنا وزدت الفلو، اي فلو عندكم سواء فاني سواء الفلو ديال الشينوا اللي عندكم ديروه، ما ديروش غير شي نكهه اخرى اللي غادي تبعد لكم الطعم ديال الحامض صافي. وبالنسبه للسكر كذلك غادي ندير 3 ديال المعالق ديال السكر ديال سنيده صافي. من بعد هنايا غادي ندمج هذوك المكونات واحد شويه، عاد غادي نضيف ليهم الحليب. كما قلت لكم الحليب غير نص لتر ديال الحليب، دار ليا 4 ديال الكيسان اللي كبارين. راه الا درتو كويسات هكايا غير صغارين راه غادي يعني يعطيكم هكا 6 7 على حسب نتوما واش غادي ديروا الطبقات ديال البسكوي اولا تستغناو عليهم. بالنسبه للمكونات دائما تنحركوهم على البارد، يعني يكون المكونات والحليب كلشي بارد باش دغيا تينسجموا. عاد كنضيف باقي الحليب، انا ضفتي شويه باش طلقت هذاك النشا مع السكر مع داك الفلون والحامض وقشوره الحامض صافي. من بعد هنايا زدت نصف لتر كامل وغادي ندمج مزيان وغادي نحطو فوق النار حتى كيتقال وكيختار، يعني داك هذيك الكريمه كتختار كما غادي تشوفوا معايا هنايا صافي. وغادي ندوز باش غادي نبدا كنحضر التحليه ديالي في الكيسان. غادي نبقى تندير هي واحد الكميه صغيره كميه بكميه حتى كنسالي الطبقات ديالنا. فغادي يجيوكم هي 2 طبقات من الكريمه 2 طبقات من البسكوي. بالنسبه للكيسان كبارين فهاد القياس اللي عطيتكم غادي يجيكم هو هذا صافي. كما تشوفوا هنايا غادي نضيف دابا هنايا البسكوي، ما تخافوش منه لان دغيا كتكون واحد الطبقه واحد القشره فوق الكريمه غادي تساعدكم لانه تزيدوا يعني البسكوي من الفوق. ما تخافوش انه يعني يتخلط لكم مع هذيك الكريمه
صافي غير هو ما تضغطوش بزاف هنايا في هذه المرحله، ما تضغطوش بزاف، حاولوا غير تكدوا الجناب والباقي ديال الدور ديال الكاس وصافي. يعني الا ضغطتو يقدر يتخلط لكم كلشي. صافي كما تشوفوا معايا هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكيسان كاملين اللي عندي، وغادي ندير الطبقه الثانيه ديال الكريمه. فعندي هنايا واحد الملاحظه غادي نقولها لكم بالنسبه للطبقه الثالثه ديال الكريمه. ما غاديش تكفاكم لان درنا غير نصف لتر ديال الحليب، والكريمه غادي تقال لكم وما غتعرفوش تخدموا بها، ولا عمرت لكم كاس واحد ما تعمر لكمش باقي الكؤوس. ردوا البال هذه الملاحظه اللي غنقول لكم. شديت داك الباقي ديال الكريمه اللي شاط ليا كاع في الاخر، زدت عليه واحد شويه ديال الحليب، يعني القياس اللي غادي يعمر ليا الطبقه الاخيره ديال الكؤوس. صافي ورديتها على النار بدون ما زدت لا نشا ولا حتى شي حاجه، لانه ديجا كاين النشا وديجا كاين الفلون. يعني ورديتهم فوق النار حتى غلا، وعاود سكبتو فوق الكؤوس، وهو ملي غادي يبرد غادي يشد في راسو. اللي بغى غير بحال هكايا صافي غير تسالوا الكريمه في جوج طبقات، والطبقه الاخيره بسكوي. له الاختيار، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. انا فقط عطيتكم يعني حل الا بقى لكم واحد شويه ديال الكريمه في الكاسرونه ديالكم ها شنو ديروا. هذا هي الطبقه اللي قلت لكم انا. زدت فيها شويه ديال الحليب ورديتها وخلطتها مزيان ورديتها فوق النار حتى غلات. صافي من بعد هنايا غادي ندير الطبقه الاخيره وغادي ندوز باش نزينها. دائما التزيين تيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وكما تعرفوا التحليات كيبغيو يكونوا باردين باش يتكالوا، فعلا كيجي الطعم ديالهم رائع، لان الحاجه حتى تتبرد عاد كيبان الطعم ديالها. صافي كما تشوفوا معايا هنايا صافي كنت نحاول نعمر الكيسان اللي تنشوفهم ناقصين، وغادي ناخذ شويه من البسكويت اللي بقى ليا وغادي نبدا تنزين به. يعني التزيين كما قلت لكم تيبقى اختياري ديالكم، هذاك كل واحد وشنو تيبغي، ممكن تخليوهم غير هكايا. صافي فتقريبا وصلنا لنهاية الفيديو. فبغيت نقول لكم فضلا منكم وليس امرا، نتمنى انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم وكذلك بالتعاليق ديالكم، واللي كيشوف قناتي لاول مره كذلك يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد كنحطو. وما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. صافي كما تشوفوا هنايا انا زينت بشويه ديال النعناع كان عندي. صافي يعني كما قلت لكم يعني التزيين بسيط جدا ولكن تيجي راقي. وهذا هما الكؤوس ديالي من بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل. هنايا مازال عاد ندخلهم الثلاجه باش يبردوا مزيان مزيان. وهكا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. بسلامه عليكم ونتلاقاو مع فيديو جديد ووصفات جديده.